السلام، مرحبا بكم في قناة نصرة الجزائرية. نتمنى تكونوا بخير وبالصحة والعافية. جبت لكم غراتان سهل واقتصادي، ونكون نقول لكم البنة خيالية، روعة 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 في البنة. وشوفوا ما شاء الله كي جا واقتصادي، واللي يبغي يديره للعشاء ولا الفطور ها هي لا. ويشوف الوصفة ورافقته بالمطلوع ورافقته بلاصوص تاعه، وتابعوا معايا الفيديو اللي تكتشفوا الوصفه. نبداو في المقادير. هنا راني جايبه رطل تاع بطاطا، وانا جايبه مرصو تاع دجاج مصدر اختياري، اللي عنده يديره واللي ما عندهش مكان له. 4 حبات بيض، وهنا 4 حبات فرماج. هنا درت نص بصله هايله، وهنا راني دايره فلفل اسود سكنجبير وملح. راني غادي نوريكم درت غير قدن هكا، ما تكثرش التوابل بزاف. ودرك نقي كاع البطاطا ونرابي البصل ونبداو في التحضير. نبدا دروك بسم الله في التحضير. راني دايره هنا قد 2 مغارف تاع الزيت، وانا دائما نبغي نطيب السمن. اللي ما عندهش السمن معليش، غير بالدهان ولا بالزيت تكفي. هاي ندير هذا نص حبه تاع بصل، ندير هذا المورصو تاع الدجاج. شوف انا غادي نديرها مرقه بيضاء، ما غادي ندير فيها لا فلفله حمراء لا سكنجبي لا كركم لا والو. عفوا نديرها غير هكا بهذا التوابل. نخلي الدجاج ينقلع مليح مع هذا البصل حتى يذوب كاع البصل تاعنا. التقليه مهمه في الطواجين تاعنا باه يجي الطاجين بنين. وبعد ما تقلى لنا مليح هذا الدجاج مع السمن مع الزيت، شوفوا ما شاء الله. على قلت لكم التقليه تلعب دور في الطواجين تاعنا. شوفوا البصل، شوفوا كاع دار ولا يذهب لنا من السمن. دروك نديروا التوابل اللي هما ملح وسكنجبير وفلفل اسود. هما لا ثاني نقليهم غير هكا شويه. هذه غادي نديرها صوص بيضاء. شوف ندخل كاع هذا التوابل في الدجاج غير شويه هكا قد شوفوا ها ولا. خاطش التوابل لو كان تقلوهم بزاف يجوا مرين. غير كيما هاكا راني نهضر مع المبتدئات اللي هما حالين ديال جدد، ان شاء الله يتعلموا منا احنا الكبار كيما تعلمنا احنا من والدينا. وجبت لكم هذا الطبق، قلت لا صاير رمضان راه كمل، ونبدا في الاطباق تاعنا اليوميه. دائما نجيب لكم هكا اطباق ان شاء الله يكونوا ساهلين ويعجبوكم. شوفوا دروك المرق بالماء الساخن. قلنا هذا الدجاج تاعنا، شوفوا ماني دايره لا حمص لا والو. شوفوا هذا كثرت شويه ما باه يطيب الدجاج تاعنا. دروك نخلوه يطيب ونروح للبطاطا تاعي. شوفوا بعد ما نقيت البطاطا تاعي نبغي انا نقشطها كيما هكا دوائر. نبدو هكا بسم الله، نبغي نقطعها كيما هكا هايله، ما نغلظهاش بزاف وما نرققهاش بزاف. شفتوا كيما هكا. شوفوا هايله، نقطعها انا كيما هكا ونقليها. شوفوا ها بعد ما طابنا الدجاج تاعنا هايله. دروك نطفي عليه ونخلي المرقه تاعي تبرد، ونفتت كاع هذا اللحم ونرجع. دروك نستف البطاطا تاعي هايله، نديرها كاع هنايا. شوفوا كيما هكا. شوفوا بغيت نوريكم غير هذاك الربوع تاع الصدر تاع الدجاج، وشوفوا ما شاء الله قطع لي كميه ما شاء الله بلا جناح ما بغيتش نفته خاطر راه فيه غير الجلد. نخلي غير الصدر. نستف كاع البطاطا كيما هكا. شوفوا بعد ما ستفت كاع البطاطا تاعي، شوفوا هاد الكراطن تاع البطاطا يجي روعه. كيما قلت لكم اللي ما عندهش الدجاج يدير غير البطاطا كيما هكا يقليها، ويوجد شويه لاصوص كيما هكا، ويدير غير بالفرماج ويديرها وتجي شابه بالبيض، ويدير البيض بالطبع. شوفوا دروك انا ندير الدجاج، والدجاج غير اللي عنده غير طرف هكا يكفي، غير مورصو كيما هكا يكفي. نسقمها كاع هكا ندخل كاع الدجاج تاعنا في الجناب هايله باه كون رحبه تدي حقها. شوفوا كيما هكا. شوفوا وهذه لاصوص اللي خدمتها ما تصفولهاش هذا البصل تاعها بيها بالبصل تاعها. هذا هو سر البنه. شوفوا سقوها كاع كيما هكا بهذه لاصوص. شوفوا باه تجي روعه.
هذا هو اللي سلكنا في هذا كيما نقولوا في هذه الايام. شوفوا نستف كاع هاد الحبه تاع الفرماج. اللي عنده رابي يدير رابي، كل وحده يدير، كل مرأة دير حاجه اللي عندها في دارك. غندير فيها قرصه تاع ملح. نشوفوا نضرب كاع هكا البيضه تاعنا. شوف ضربتها مليح. دروك بغيت نزيد فيه قد هكا مرسقيه تاع مرقه. شوف درت له هذيك لاصوص تاني. نزيدها كاع هكا فوق الدجاج. ندخلها كاع كيما هكا هاد الفرماج، ونديرها دروك راني مسخنه الكوشه على 180 درجه، ونديرها تنشف هكا. راه كلشي راه طايب، غير قد ما ينشف البيض وتنشف كاع لا بقات شويه مشمخه معليش. المهم نديرها طيب ونرجع لكم في صح التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاع نهار اليوم. شوفوا غاتا غير بشويه بطاطا وشويه دجاج، وهو جا روعه روعه واقتصادي وسهل. اللي راهم درت لها العشاء ولا الفطور يصيبها العشاء والفطوره، ولا اللي راهم صايمين شوال يديروا معاهم شويه سلطه وشويه شوربه وهما فطروا. شوفوا ولاصوص تاعنا هايله ثاني سقوه بها، ورافقته ثاني بشويه مطلوع. شوفوا ما شاء الله جا روعه روعه. شوفوا نوريكم المصداقيه هايله. شوفوا ما شاء الله عليه. شوفوا هاي نديروه هنا في الصحن تاعنا ونسقوه بشويه لاصوص كيما هكا. هاي اللي يبغي وما راهش ناشف، راه هو بروحه، راه درت له شويه لاصوص في البدايه. شوفوا ما شاء الله كي جا. شوفوا كي جا. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها في دياركم وتدعوا لي، ومع السلامه.